بعد اللي شاركتكم هذه الوصفه في الانستغرام اللي جربتها قالت لي هذه اروع وصفه جربتها في حياتي تاع بسكوي رولي يجي ايبونج كما راكم تشوفوا بمقادير جد بسيطه. عطيتها لكم بالمغرف وعطيتها لكم بالغرام، تما ما عندكش حجه باش ما ديريهاش. ولا بالي اللي غادي تجربه ما غاديش تزيد تشري باتيسري من برا ولا البسكوي رولي، باسكو هذه الوصفه غادي تعتمديها وديري بها لي طاغت، ديري بها كل شيء. المهم حاجه بزاف شابه ما تراطوش. هنا يا خواتاتي نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد ونبدو بسم الله. شوفوني سمعوني غايه اش غادي نقول لكم. الاولى البيض يكون درجه حراره المطبخ. غادي ندي 5 حبات تاع البيض، نفصل البياض على الصفار. وهنا الا كان البيض صغير ديري 6 حبات تاع البيض. غادي هنايا في الغيسيبيون هذاك اللي نحط فيه البياض ما يكون فيه حتى نقطه تاع ما، تكوني منشفتها غايه باش يطلع لك هنايا البيض يطلع لك اونيج غايه. هنايا واحد الاخت قالت لي باللي انا جامي طلع لي بياض البيض ولي لها تقريبا كالمورينغ، قالت لي لخاطرش زعما هكا دائما ما يطلع لهاش. المهم الاسباب اللي ما يطلعولكش بياض البيض انها الغيسيبيون يكون فيها الماء ولا يتخلط لك بصفار البيض، لازم لك يكون بيض فقط. وهذيك الرشه تاع الملح مهمه جدا. حطيت الرشه تاع الملح وضربت غير شويه ديال الرغوه، نبدا نضيف الملعقه الاولى تاع السكر، نحسب من 1 حتى 15، نزيد المغرف الزوجه ونزيد نحسب من 1 حتى 15 المغرف الثالثه تاع السكر. طلعتها هنايا تدالي هذاك المنقار. هنا راه ثلج كما شفتوا، وخرت على جهه ونجي هنا لهذاك صفار البيض ندير فيه 5 مغارف كبار تاع الزيت و5 5 مغارف كبار تاع الحليب يكون درجه حراره المطبخ. وهنايا نجيب الفرينه غادي ندير فيها مغرف صغيره تاع الفرفاره اللي هي خميره الحلويات، ومغرف صغيره تاع لافاني. ديروا اون بودر خير ما ديروا هذيك السائله لاخاطرش غادي تعطيكم اللون وتعطيكم مذاق. هنا بالنسبه للنواشف هذه غادي تعدوا 5 مغارف كبار يكونوا هرميين، يكونوا معمرين بين الفرينه وخميره الحلوى وهذيك لافاني. غادي نجيب هنايا غربال هنا لازمكم تغربلوا النواشف تاعكم باش ما ديكم حتى تكتلات ويجيكم مهوي البسكوي رولي تاعكم. من بعد تخلطي صفار البيض والزيت والحليب مع هذيك النواشف تولي لك كيما هكا بدون مبالغه. المهم غادي تختفي لك تماما النواشف. تجيبي شويه من هذاك الثلج اللي طلعناه تاع البيض وتحطيه هنايا مغرفات كما كتشوفي، وبالفوي غادي هنايا تدخلي بياض البيض مع هذيك الصفار وباقي النواشف. شفتوا الطريقه شحال سهله؟ هذه غادي تخرج لك بها الرولي تاعك ناجح مليار بالمية. وهاد الجنواس تقدري تخدمي بها بسكوي رولي، لي طرونش باتيسري، لي طاغت، ديري طبقه فوق طبقه كيما بغات اختي. من بعد هنايا بعد اللي خلطت هادوك كيما راكم تشوفوا راه موضح في الفيديو، نرد كاع هذا اللي كان هنا في البول هذا ولا الغيسيبيون ورديته هنايا في الغيسيبيون هذا الكبير، ونبدا نخلط غير بشويه. شوفوا هنا مسرعه لكم الفيديو بصح غادي نعطيكم تكنيك اللي تخلطوا بها. تجيبي لا ماغيس تاعك ولا السباتول وتبدي تطلعي وتهودي بلا ما تكسري هذاك بياض البيض اللي طلعناه، تهودي هكا تدي من تحت وتطلعي من تحت وتطلعي حتى تختفي تماما. من بعد هنا تكوني شعلتي الفرن تاعك على درجه حراره 180 175 ما تفوتيهاش. حطيت عليها ورق الطهي اللي نستعمله دائما تاع كينغ توب، هذا اللي يتميز بالنوعيه والجوده وما يحرقلكش. وثاني هذا الواجد اللي يجي هكا تاع 30 على 40 ما تقطعي ما تغبني روحك. حطيتها في السني تاع 30 على 40. هنا حطيت الخلط تاعي تاع البسكوي رولي حطيته هنايا، وطلعوا هذيك الغيسيبيون يكون فيها الخلط تاعكم باش يدخل لكم الهواء فيه ثاني. من بعد هنا سقمته نفضه هكا ولا ندور به شويه على البوطاجي، دخلته يطيب ماكسيموم 10 دقائق، ما تشعلوش كاع من الفوق غير من تحت، ماكسيموم 10 دقائق في الرف الوسطاني. شوفوا كي تخرجوا هكا ديروا على شباك باش ما يديركمش هذيك الرطوبه، وخلوه بلا ما ترولوه، خلوه كيما هكاك ما نخربوش فيه. من بعد هنايا خليته يبرد وجيت نطلع لا شونتيي اللي فيها كاس تاع شونتيي تاع 220 ملل وكاس الا ربع تاع الماء عادي، ما درتهاش بارد باسكو رانا الحار راه بارد. وطلعي بالباتور فيتاز الاول غير بشويه تزيدي في السرعه تتحصلي على هذه النتيجه. حطيها على جهه. من بعد وليت البسكوي تاعي هنا راه برد تماما، غادي نقلع على هذاك ورق الزبده. شوفوا من داك الجوده تاع كينغ توب هنا ما يدير لك حتى مشكله، ما يلصق لك ما والو. شوفوا لي ما شاء الله. هنا غادي نقلع عليه الحواف كما شفتوا. من بعد هنا واحد لاستيوس تروحي دردري عليه سكر غلاس دردريه عليه باسكو راه خفيف بزاف ويلصق لك في البابي كويسون زاوج. جبت هنايا ثاني بابي كويسون من كينغ توب نفس المقاييس تاع 30 على 40، قلبتها كيما هكا. وهنا غادي نقلع البابي كويسون الاول تاعي. شوفوا لي ما شاء الله، ما تخافوا ينقرض، ما تخافوا يتكسر، ما تخافوا والو ما شاء الله. شوفوا لي هنا ما شاء الله ايبونج كما راكم تشوفوا ما شاء الله. من بعد هنا يا خواتاتي غادي نجيب هنا نسقيه بالسيرو اللي درت فيه ملعقه صغيره تاع فاني سائله، ودرت فيه شويه تاع كونفيتور والماء ونخلطهم مع بعضهم. شفتوا هنايا الحاشيه هذيك ولا الحافه هذيك كيفاش قلعتها؟ تقلعوها بشكل مائل بالخدمي
تقلعوها بشكل مائل باش من بعد كي نقفلوه يجي سوا. من بعد هنا تروحي تروي هكا بالسيغو. هنايا ما تشمخيش بزاف باش ما يتعجنكش، باش ما تعجنلكش عفوا، لاخاطش خفيف بزاف، ما تكثريلاش السيرو. هنايا روح درت فيه طبقه خفيفه تاع الكونفيتور تاع المشماش. تقدري ديري فوغاج لا كان عندك، ولا ما عندكش ديري غير طبقه خفيفه تاع كونفيتور، ولا ما ديريش كاع كيما بغيتي. هنا باش يعطيك ذوق شباب. وهنايا جبت هذيك الشونتي اللي درتها، ندير طبقه مليحه تاع شونتي، راهي ما شاء الله متماسكه، راهي ناجحه بالطريقه اللي طلعناها. نسقم هنايا، نسقم كاع ونعدله، ونحاول نعطيه نفس السمك تاع الشونتي من كل الجهات بهذه الطريقه. شوفوا هنا راني نقلع وندير كل شيء. من بعد هنايا خواتاتي كان عندي واحد شويه تاع شوكولا، بشرتها بالمبشره تاع الثوم هذيك الرقيقه فوقها، انا ولدي يبغي الشوكولا. وهنايا عليها درتها، شوفوا درته فاني شوكو. هنا غادي نبدا بهذاك ورق الزبده، نزير ونضغط هكا ونزير على البسكوي رولي والرولي. راكم تشوفوا ما يتكسر ما شاء الله، ما يتكسر ما والو. شفتوا ما روليناش خطره الاولى، سمحوا لي انا غلط. من بعد هنا نزير عليه هكا، الطريقه راهي واضحه جدا. من بعد هنا ندخله 2 سوايع على الكونجيلاتور. من بعد هنايا غادي نخدم هنا بالشوكولاته بالحليب والنواغ، ذوبتهم على حمام مائي، خليتها بردت. كي ولد دافيه ماشي تبرد، ولد دافيه، عاود طلعت نص كاس تاع شونتيي مع تقريبا ربع كاس تاع الماء ولا شويه فايته. من بعد هنايا زدت فيها الشوكولا، اللي نقوي الشوكولا على الشونتيي باش تعطينا ذوق الشوكولا، وثاني تيبس معانا بالخف. عليها قلت لكم هذا التغليف الكيك تغلفوا به لي كيك، تغلفوا به لي طارت، ما شاء الله يشد لك. لاش الشوكولا راهي غالبه على لا شونتيي، ما يذوبلكش. من بعد هنا بعد اللي فاتت لي ساعتين حطيتها على ورق الزبده كما راكم تشوفوا اللي كان ملوي فيه. نقلع هنايا الحواف باش تعطيني من بعد شكل جمالي شباب. قلعتها غير بالكوبات. شوفوا تقدروا غير هكا وتاكلوه، والله ما شاء الله. تقدري غير هكا وديري عليه فوق شويه تاع السكر غلاس، ولا تخليه كيما هاك. يعني شباب ما شاء الله. الوصفه ولا تستاهل انكم تشوفوها على الاخر، وتستاهل انكم تحطوا لها تعليق، وتستاهل ديروا لها جيم. وان شاء الله راني نجيب لكم غير حاجه شابه واللي تفرحكم وتفرح العائله تاعكم. سيرتو التعليقات كي نسمع وحده قالت لي ولادي فرحوا بهذه الوصفه، ولا والله يعني ما تامنوش الشعور تاعي كيفاش نحس باللي وصلكم الشعور تاعي كي نقول لكم ديك الحاجه شابه ديروها حمروا وجهكم بها. هذا اللي نقوله لخواتاتي. وان شاء الله اللي ماش مشتركه معايا في القناه تشترك في القناه، واللي ما راهمش يجوها الاشعارات تعاود ديزابوني من القناه وتعاود تابوني في القناه وتفعل زر الجرس هكا باش يوصلوا لك الاشعارات تاع الفيديوهات اللي نديرهم، باسكو المشاهدات ما على باليش مالها نقصت حدها والحمد لله. معليش هنايا راني هكا غادي تايطالو بيان هكا لهذيك الشونتيي. تقدروا ديروها فاني، تقدروا ديروها شوكو. انا صفاني بغي الشوكولا درتها لها بالشوكولا. وهنا نزيد هكا نعطيها شكل جمالي بالكوبات. تقدروا هنا ديروا يا اما بابي غيتار اللي راه يتباع عند بائع لوازم الحلويات وتسقموا به، يا اما 27 تخدموا بها، يا اما الورق تاع شتو هذاك اللي كنا نديروه في المقدمه تاع البحث، هذاك الشفاف هذاك تروحي تزيري به كيما هكا وتشدي. المهم عطيتكم كل البدائل. انا خدمت غير كيما هكا بالكوبات، غادي نسقمها باسكو غندير لها طبقه اخرى ونعاود نكرر لكم. تقدروا غير هنايا صايره واجد للتقديم. من بعد هنايا جبت ثاني ورق شفاف الغذائي من عند كينغ توب، غادي نفرشها فوق البوطاجي كيما هكا ولا سطح العمل باش نحط فوقه هذه الشبكه، وباش كي ندير له الغاناج من فوقه ما تسيحليش هذيك الشوكولا وتروح لي هكا. يعني نحافظوا على المكونات تاعنا. هنا رفدته كيما هكا غير بشويه رفدته، وغادي نخلي له كيما هكا باش من بعد نجم نعاود نرفده ونحطه في البابي باش نقدمه ولا في الكرتون هذاك. من بعد هنايا خواتاتي شوفوا لي غادي نسقمه ونجيب الشوكولا اللي كنت ذوبتها على حمام مائي، درت فيها شويه تاع زبده، تقدروا ديروا زيت ولا زبده كيما بغيتوا. الزبده خف تنشف، الزيت يشد لكم شويه تدخلوها الفريجيدير. انا كنت مزروبه. وجبت هنايا شويه كريمه سائله للطبخ 35% ماده دسمه، وهنايا كانت مغليه باش نزيد ندوبها على هذاك الدهان والشوكولا. تقدروا ديروا في هذه المرحله شويه تاع الحليب، ما تكثروش الحليب غير شويه قد ما تنحل لكم الشوكولا ويخرج لكم غاناج كيما هكا. من بعد هنايا غادي نزيد عليه شويه تاع قرقاع، راني غير دششته هكا، ولا تقدروا ديروا لوز ولا كاوكاو كيما بغيتوا.
وهنا غادي نكلاصي به كيما هكا داك الرولي تاعنا. الرولي هنا راه ما شاء الله راه السمك تاعه راه غليظ ما شاء الله. هاد الكاناش اللي درتها لكم يتميز انه خفخف يجمد كاع ما يشد لكمش، باسكو درت فيه الدهان. قلت لكم لو كان ديروا فيه الزيت يشد لكم شويه، درت فيه الدهان كما شفتوا. من بعد هنايا في لابوش درتها هكا وبديت حطيت فيها ديك الشونتي اللي بقات لي. وهنايا درت كيما بكري كنا في السبوره نكتبوا بالخط عوج. المهم هنا لقيت روحي بلي عواجيت كاع في الخط. المهم عاود سقمتها درت لها 3 خطوط باش ندير لها هكا نيفو. من بعد كان عندي واحد شويه تاع بيستاش، قلعت لها ديك الفرينه تاعه ولا ديك الغبره تاعه وحطيت غير هذاك البيستاش اللي يكون مدشش كيما هكا. وهذه هي التقديم تاعها بزاف سهل وبسيط وبزاف بنينه. هنا كيما شفتوا الخدمه تاعي درت لها شاليمو، وماذا بكم الشاليمو غادي يذوبها لكم بزاف. ديروا في الماء حامي، ماء مغلي، ودخلوا فيه الخدمه تاعكم ولا السكين، مسحيه بابي اسويتو وزيدي هكا قطعي به. شوفوا لي ما شاء الله هنايا غير تساحت لي شوكولا لخاطرش الخدمي كان حامي بزاف. وهذا هو ان شاء الله شاهدكم في الجنه. والله نعاود نقول لكم من قلبي جربوه بزاف بنين، غادي يحمر لك وجهك وتاني ما يحسبوش بلي راكي خادمتها في الدار، راه كيما تاع المحلات. ان شاء الله يا ربي عطيتكم كامل الاسرار، وكاش حاجه ما فهمتوهاش ولا هكا غابت عليكم حطوا لي في التعليقات. ونعاود نقول اخواتاتي الجام تاعكم يهمني. استودعكم الرحمن والسلام عليكم.